السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا لعشاق القهوة. بسكوت حبات البن أو بسكوت حبات القهوة. آه طعمه خيالي بجد، وهو بيتخبز في الفرن مخلي ريحة البيت كلها كده دفى وقهوة، وريحته بصراحة تحفة وطعمه جميل جدا جدا. هنعمله بطريقة سهلة قوي قوي. لو انتي ما بتعرفيش تعملي اي حاجة واول مرة تحطي ايدك في معجنات او في بسكوتات، هتعمليه وهيبقى تحفة من ايدك. يلا بينا نسميه ونصلي على رسول ونشوف وصفتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. معايا معلقة من القهوة سريعة الذوبان، اي نوع بتفضليه واي نوع بتحبيه. ومعايا عليها كمان معلقة من البن. طب لو ما عندكيش قهوة سريعة الذوبان، شيليها وزودي معلقة كمان من البن، يبقوا معلقتين من البن. هحط عليهم 3 معالق من المية المغلية، وهقلبهم كويس جدا جدا، وهسيبهم على جنب بقى يبردوا خالص لغاية لما يحين وقت اضافتهم للعجينة. هخليهم على جنب. تمام. وهبدأ بقى ايه اشوف الوصفة بتاعتي محتاجة لها ايه. انا عندي هنا نص كوباية من السكر، ومعاها نص كوباية من السمنة على زيت، او زبدة على زيت، او زبدة بس، او سمنة بس، براحتك مفيش مشكلة. بس انا دايما في البسكوتات اللي بحتاج فيها قرمشة وفي نفس الوقت تكون دايبة، بحب الميكس السمنة على الزيت بيكون حلو قوي قوي. تمام. ولو في زبدة كمان يبقى اجمل. نزلت ضربتهم مع بعض كويس لغاية ما لونهم افتح زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين نزلت ببيضة ورشة من الفانيليا. طب لو انت عايزة بسكوت دايب قوي ومفهوش قرمشة، حطي صفار البيض بس، ما تحطيش البياض. اما لو انت محتاجة البسكوتة مظبوطة فيها سنة ذوبان وفي نفس الوقت مقرمشة حلوة كده، ما تكونش مرطبة منك، حطي البيضة كاملة، البياض مع الصفار. تمام كده. احنا القهوة بتاعتنا بردت، والسمنة والسكر والبيض اتضربوا. هننزل بخليط القهوة اللي احنا حطيناه مع بعضه، ميكس القهوة مع القهوة سريعة الذوبان مع البن. نزلنا بيه، ونزلنا معاهم ب 3 معالق صغيرين من الكاكاو. اي نوع تفضليه، ويفضل انه يكون كاكاو نوعه حلو وطعمه جميل، طبعا كاكاو خام. ماشي. هنزل بعد كده كمان بأربع معالق من النشا، النشا الذرة. النشا بيدي للوصفة قوام حلو قوي قوي، عكس ما تكون بالدقيق بس. بس طب لو ما عندكيش نشا تقدري تستغني عنه وتحطي مكانهم دقيق. تمام. ونزلت بنص معلقة من البيكنج باودر، وقلبت كله. طبعا تقدري بسباتيولا او بمعلقة او بمضرب يدوي، ما تعمليش بالمضرب خالص، انا بس بسهل عليا الوقت. معايا كوباية من الدقيق هنخلها على المكونات بتاعتي. وطبعا مهم جدا نخل الدقيق علشان خاطر يديكي كده سهولة للوصفة، ويكون العجينة حلوة في نفس الوقت. لو الدقيق بتاعك في أي حاجة تقدري تشيلي، أي كتل أي حاجة تقدري تتخلصي منها وتشيليها. زي ما انتم شايفين كده، مجرد ما بنضيف الدقيق بنلم المكونات فقط، ما بنعجنش. تمام. عشان البسكوت ما ينشفش منك، انا مش محتاجه له. ده مش معجنات ولا مخبوزات محتاجه لها عرق، ده بسكوت، فانا ما بحتاجش له عجن. فانا بلم المكونات بس زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينه هنا، انا حسيت ان هي محتاجه معلقه كمان من الدقيق، ضفتها وهلمها برضو بايدي كده مع المكونات من غير عجن خالص، زي ما انتم شايفين كده بالراحة خالص. وهبدأ اعمل كرة كده من الدقيق واضغط عليها، ما شققتش، يبقى العجينة بتاعتك كده ممتازة. كده البسكوت بتاعي جاهز. هبدأ اعمله بقى بشكل بيضاوي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بعود خلة هقسمه من النص زي ما انتم شايفين كده، بس مش بوصل للآخر، من على وش العجينة كده. تمام. الشكل بتاعه هو سهل، وتشكيله في منتهى السهولة، وحاجة يعني في منتهى الروعة. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة، عملت لي الصاجين الحلوين دول. هدخله الفرن ساخن مسبقا على 180 درجة زي الكيك كده. بصوا مجرد القعر بتاعه يلون، ما خدش بالظبط في الفرن 10 دقايق، ويطلع بالنتيجة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. بجد دايب، وفي نفس الوقت في سنة قرمشة كده حلوة قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم، تحبوا تستبدلوا البيضة بصفار بيضة لو عاوزينه ناعم قوي او دايب قوي.
يا رب تكون الوصفة عجبتكم، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وشيروا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. سلام عليكم. فكرة لو ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا الأمس عذرة، لو عطينا